طيب، في لقاء ودي شهد الظهور الرسمي الأول لإبراهيم دياز بقميص المنتخب المغربي، تغلب أسود الأطلس على أنغولا بهدف دون رد. هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 72 وأحرزه بالخطأ في مرمى فريقه دافيد كارمو، مانحا المنتخب المغربي الفوز قبل ملاقاة موريتانيا ضمن استعداداته لاستئناف التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وبالحديث عن مواجهة موريتانيا اليوم، المغرب يواجه موريتانيا أبو حمدي بإبراهيم دياز. كان الله في عوننا. رغم أن هناك تفاوت بالتأكيد بعد الفوز على الجزائر قبل فترة. أنت فوز على الجزائر والمغرب بفترة وجيزة. أنت حتستلمنا بالفوز على الجزائر هذا 100 سنة لو لحد كأس أفريقيا القادم. تستحق. ستكون مباراة مميزة في مراكش، حتى مع سفيان الرحيمي اللي قدم 20 دقيقة مميزة. أعتقد أنه أحرج وليد الركراك إلى حد بعيد، على الأقل أكد بأنه كان يستحق مكانا ما بالتشكيلة في الفترة الماضية مع إبراهيم دياز اللي قدم كذلك مباراة ممتازة. وأعتقد أنه الصفقة لا يمكن تسميته بالصفقة في الحقيقة الأهم مكسب كبير. بالضبط، المنتخب بالربط بين الخطوط بلمسة واحدة، لاعب ممتاز تقنيا هايل جدا، تطور مع ميلان بشكل كبير، وجد فرصة لعب. يقال انه ميلان صنع هذا اللاعب. بالضبط، وجد مساحة بضغط أقل، وجد دقائق أكثر للعب، وجد فريق في طور التحسن، وبالتالي أعتقد أنه خيار ميلان كان خيار أهم في مساره كلاعب. صفقة ممتازة بالحقيقة. أعتقد أنها ستجعل المنتخب المغربي يتخطى خطوة أخرى فيما يتعلق بالجودة بشكل أفضل. رغم كل هذا نتمنى التوفيق للمنتخب الموريتاني على الأقل نحقق تعادل في مراكش. بعد المباراة عبر إبراهيم دياز عن فخره بحمل قميص المنتخب المغربي وبظهوره الأول معه، متمنيا أن تتكلل مسيرته مع أسود الأطلس بالنجاح. أشعر بالفخر للتواجد هنا مع منتخب المغرب، وأتلقى كل الحب والدعم. إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لي. سعدت باللعب مع زملائي في انسجام تام، وقد استمتعت داخل الملعب. أنا سعيد جدا باختياري وبالظهور الأول بقميص المغرب، وأتطلع لمواصلة الاستمتاع باللعب. مكسب كبير من دون شك لكرة القدم المغربية وكذلك العربية انضمام إبراهيم دياز إلى أسود الأطلس. ما حقق المنتخب المغربي في كأس العالم في مونديال قطر 2022، والآن استضافة المغرب لبطولة كأس العالم، كم شجع لاعبين مثل إبراهيم دياز وغيرهم على الالتحاق بمنتخبات بلدانهم الأصلية. كتير فرصة ان انت هتلعب وهتلعب كمان كاس عالم بعد كده ان شاء الله في بلدك. وإبراهيم دياز من بروفايل اللاعب على اعلى مستوى. مهم جدا لما تيجي تقيمه على 4 حاجات يا جهاد. اول حاجة عامل الفيديو، لعيب ذكي جدا في الملعب في عملية الاختراقات، لمسة واحدة، عملية تصويب. تاني حاجة عملية السكيلز، المهارة، حاجة خيال. عملية اللي انت تقدر تشتغل في وسط تكتلات وتقدر تصوب، دي مهارة عالية. عملية اللياقة البدنية، لعيب متميز للغاية، بيقدر ينتقل انتقالات خيالية، وخصوصا ان ريال مدريد بيلعب براس حربة وهمي الثلاثي، كان دياز او رودريجو او فينيسيوس في عملية التحولات. الحاجة الثالثة النواحي البدنية عالي جدا جدا، يعني رغم ان هو لعيب يمتلك مهارة عالية، ولكن النواحي البدنية بتاعته عالية جدا. اعتقد ان المنتخب المغربي فاز بخدمات لاعب يقدر يعمل له نقله نوعيه في النواحي الهجوميه، مع طبعا الكتيبه اللي موجوده، وادت كاس عالم خيالي، رابع عالم. ده كان فخر لكل العرب وفخر طبعا للمغرب. وليد من المدربين اعتقد ان في افريقيا كان في سوء توفيق، مع برضه حته الاصابات وعمليه التكيف مع عامل الجو. ضعفت من قوة المنتخب المغربي مع عدم وجود راس حربة. أعتقد دياز هيحل مشاكل كتيرة للوليد، وخاصة في الخط الهجومي. على الجانب الآخر إسبانيا كم خسرت باختيار إبراهيم دياز لأن يلعب في المغرب؟ وبالحقيقة ربما لو حدثها قبل 10 سنوات كان متفهما، صحيح، لأنه كان هناك خيارات أفضل بكثير من كثر، لكن بالضبط. اليوم إسبانيا بحاجة. بالضبط. المستغرب أنه كيف يعني كانما سرق ابراهيم دياز من وسط مدريد، يعني امام انظار 60 مليون اسباني بالحقيقه، يعني مثل
يعني حتى رد لاعب عمود اساس في ريال مدريد، يعني عملاق الكره حتى الاسبانيه. قبل ريال مدريد كان متألق مع ميلان، يعني استغربت اصلا مع عدد استدعاء. على الاقل نتحدث الان يعني عندما تم سحبه. بالضبط، انه على الاقل ما فعلوه مع جمال يامال مثلا، اشراكه في التصفيات في مباريات سهله ضد جورجيا مثلا، ضمان على الاقل ان لا يرحل عن اي منتخب اخر، لا يكون لديه خيار بي مثلا. كان يمكن تفعيل المسألة مع ابراهيم دياز، استدعائه في مباريات رسميه 3-4 مباريات، تنزيله بشكل رسمي وانتهى الموضوع، لانه في الحقيقه لاعب بجوده مميزه، الان ربما اصبح اساسي مع ريال مدريد، لاعب ممتاز يعطيك خدمات مميزه، متعدد استخدامات، جناح، نصف جناح، خلف المهاجمين كذلك، فبالتالي خساره كبيره اسبانيا. انا اعتقد ان هناك شعور بالندم في اسبانيا بكل تاكيد بعدم الاستفاده من ابراهيم دياز. طيب عربيا كذلك فاز المنتخب المصري على نظيره النيوزيلندي في اول تجربه لمدربه الوطني الجديد حسام حسن في المباراه التي اصيب فيها امام عاشور، وبالمناسبه تقرر اخضاع هذا اللاعب لعمليه جراحيه بعد إصابة في الكتف. عجبك المنتخب المصري في أول مباراة؟ هنقول بداية جيدة مباشرة عندما تحدث عن أنا مستني لا هي بداية جيدة طبعا لحسام حسن، ولكن الخسارة طبعا لإمام عاشور، لأنه قوة لا يستهان بها في وسط الملعب، نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل، ولكن المنتخب أدى أشياء تكتيكية متميزة. المباراة أمام فريق أو منتخب أعتقد كمان كان منظم جدا، ولكن لقينا صعوبة في حتة التكتلات اللي كانت معمولة، حتة التحولات، ولكن في حاجات يبنى عليها. شفنا حتى قفشه في مركز جديد، ان انت بتلعب المفروض قفشه رقم 10، ولكن ان انت بتلعب زي رقم 8، وعمليه الاستحواذ والاسيست. اعتقد حسام في دفعه اعتقد متميزه في كبدايه ليه مع توليفه. شفنا عناصر برضو جديده على مستوى الاطراف، شفنا استحواذ، كنا بعاد يا جهاد على الاستحواذ، احنا لقينا الاستحواذ قد يتعدى 60%، واحنا بقالنا زمن كبير بنلعب على التحولات السريعه والهجمه المرتده. ولكن التقييم مهم جدا يا جهاد، لازم بعد فتره، دي بدايه ممكن تبنى عليها، ولكن عوده طبعا النجوم زي محمد صلاح. لماذا لم يلتحق محمد صلاح بهذه المباراه او هذه البطوله؟ او محمد طبعا اعتذر، وكان في جواب رسمي من ليفربول لاعتذار محمد صلاح، وعشان لسه ما اكتملش شفائه 100%. مش بسبب المشاكل مع حسام حسن؟ لا يعني انا ما اظنش ان في مشكله، لان حصل خلاص مكالمه بين محمد صلاح وبين كابتن حسام، وقدروا يبقى في تنسيق ما بين الاتحاد والمدرب واللاعب. واعتقد محمد هيبقى الفتره الجايه متواجد مع منتخبنا الوطني المصري، لان محمد قيمه كبيره. لا منتخب مصري يستغنى عن محمد صلاح، ولا محمد صلاح يقدر يستغنى عن منتخبنا، لان اللعب في المنتخب هو شرف كبير لاي لاعب يا جهاد. محمد صلاح لاعب من افضل لعيبه على مستوى العالم، وحسام اعتقد من المدربين اللي هم خلاص حصل له نضج. حسام حسن من 10 سنوات غير حسام حسن دلوقتي اللي بيعمل لحمه داخل المجموعه.